اليوم كانت يعني يوم حافل، يوم ليس ككل الايام، يوم درتي المحكمه النقاش حوالي الساعه 10 صباحا. اعتقد اننا الان يعني الساعه 7 مساء، جلسه متواصله، جلسه ماراثونيه. شفنا فيها المتناقضات، شفنا فيها من يقول الحقيقه وشفنا فيها من يشهد الزور. اليوم المحكمه استمرت في النقاش مع الشاهد الذي يدعي انه كان هو سائق ديال المالي، واللي اليوم يعني اقل ما كان يمكن يتخاذ في حقه هو قرار الاعتقال في الجلسه، لانه اليوم كانت شهاده الزور بعينها. الشخص اللي اليوم جاء تيصرح الكلام اللي لا يقبله عاقل، جاء هذا الشخص اللي اليوم جاء تيقول بانه كان هو والمالي في موريتانيا، ومن بعد في شهر 9 2015 خرجوا من موريتانيا، وتيقول بانه من بعد المالي كان خارج. جبنا له الاحكام القضائيه اللي كتقول بانه المالي بتحكم ب4 سنين، بقى كيبرق في عيني. جبنا له هو ما يؤكد انه هو كان معتقل، بقى تيخرج في عيني. فلذلك اليوم مشينا مع اكثر من هذا الشيء. هو كان معتقل، واللي اختار من هذا هو كان معتقل على المخدرات، وكذب على المحكمه وقال لما كان معتقل على المخدرات. اليوم مشينا مع ابعد من ذلك، وناقشنا مع امور اللي هي تتعلق لا بالشاحنات ولا بالسيارات. بغينا تصريح واحد يكون مقاد مع الاخر، ولا تصريح مقاد مع الاخر. اليوم تقدم لها ملتمس ديال الاعتقال الشهيد، ولكن تعتقد انه المحكمه اليوم كانت رحيمه به، كانت رحيمه به بشكل كبير يعني، وما اعتقلتوش. وتنعاود نقول بانه اليوم سقطت اخر اوراق التوت. وهذا الشاهد اللي انا قلت لكم، الشاهد اللي جا في الجلسه الفارطه وقال لكم انا غادي نزير سعيد الناصري، تعتقد ان الشو حالته كي خرجت، لانه الشاهد ثبت انه شاهد زور وشاهد ديال الكذب، وشاهد اللي ما استطاعش يثبت المحكمه. ولكن اللي غريب اليوم واللي ختمنا به هو يعني الخادمه التي تم استدعائها، واللي اليوم جات ولاحظتوا السذاجه ديالها، ولاحظتوا الشكل باش كذا قلبت الملف راسا على عقب، قلبت كل الاشياء التي بني عليها هذا الملف، كذبت الجميع. الواقعه ديال التي قال المالي بانه كان هو في الفيلا ديال لطيف رأفت وحضر عنده سعيد الناصري وفي الحفل العشاء، واللي كان فيه واحد جوج ديال الاشخاص من مكرات والزوجه ديالهم، وتيقول بالمالي بانه بلغت ما يزيد على 11 مليون ديال الدرهم اعطيتها لسعيد الناصري وعطيتها لهاد الاشخاص، وانا اللي هزتها معايا هذه الخادمه فاطمه. جات هذه السيده كتقول هذا كذب، هذا كذب، وهذا الشيء كلامه هو، وانا ما قلتوش، وقلت الفرقه الوطنيه لا هادشي ماشي صحيح، وهما كتبوا هذاك الشيء، كانوا كيكتبوا كلامه ما كيكتبوش كلامي. دوا خطير اللي اليوم الناس مشات للحبس ماشي بكلامها، بكلام اللي تكتب ليها. اكثر من هذا في الواقع ديال 250 مليون اللي جات الشاهد العجيب الغريب السي الشيفور، واللي قال لكم ديت واحد المبلغ ديال 250 مليون ومره وليد